السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. هنعمل النهارده بقى تورته المغطاه بالشوكولاته دي تحفه. هي من جوه فانيليا عادي بس مغطاه بالشوكولاته. نعرف هنعملها ازاي. لو تابعتوني في التورت اللي فاتت هتفهموا كمان انا ماشيه ازاي في التورته دي وايه اللي حصل معايا بالظبط. في البدايه كده انا بحضر الصواني دي عشان خاطر انا عايزه الحجم ده بالظبط، فعشان كده عملتها على صينيتين، لكن انا عايزاكم تعملوها على صينيه واحده. تمام. لو الارتفاع بتاعها عالي وكويس خليكم على صينيه واحده افضل. تمام. دي اول حاجه. هنبدا بكوبايه ونص من الدقيق، معلقه صغيره معرمه كده بيكنج باودر. وهنا انا هستخدم 5 بيضات لان انا مخليه اسبونج من الاسبونجات اللي فاتت، انتوا هنا هتستخدموا 6 بيضات، يبقى انا استخدمت هنا 5، هتستخدمي انتي 6 بيضات نفس المقدار ده بالظبط. فانيليا ومعلقه خل. بس دي عشان انا طالما حطيت الحاجات دي كلها على بعضها كده يبقى لازم تعرفوا ان انا هحط محسن جل هنا، معلقه كبيره محسن جل، ونص كوبايه سكر. تمام كده. يبقى انا حطيت كوبايه ونص من الدقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه كبيره محسن جل، انت هتحطي 6 بيضات. تمام. هنا هحط المقدار ده نص كوبايه ميه او نص كوبايه لبن زي ما انت عايزه. تمام كده. طيب انا عشان اوفر وقت ومجهود وكله انا استخدمت محسن الجل، وكمان كل المقادير حطيتها على بعضها، وبعدين هبتدي اضربها بالمضرب الكهربائي زي ما انتوا شايفين كده. تضربيها في الخلاط، تضربيها في المضرب الكهربائي زي ما انت عايزه. تمام. المتاح عندك اعمليه، بس طبعا بايدك مش هينفع عشان تبقي عارفه. تمام. يبقى انا حطيت هنا اعتبروها 6 بيضات. طبعا بيض عليه فانيليا على طول. معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه كوبايه ونص من الدقيق، معلقه كبيره محسن جل، وال6 بيضات اللي ضفناها. تمام كده. خلصنا الخليط قعدت اضرب فيه كده حبه كتار كده حوالي 10 دقايق بالظبط لحد ما قوامه زي ما انتم شايفين كده. انا هنا قسمتها زي ما قلت لكم على 2، بحيث ان انا كنت عايزه اطلع منها بس 4 طبقات او 3 بالظبط مش اكتر، عشان انا مخليه طبقه من الطبقات الاولى اللي انا عملتها. فانا زي ما اتفقت معاكم انتوا تعملوها على 6، انا عملتها على 5 بس. تمام كده. هنا انا بظبط الورقه الزبده، انا بطنتها بزيت، وحطيت ورقه من تحت، ورقه زبده من تحت على مقاس الصينيه، وببتدي بس اوقف الورقه من كده عشان خاطر ما تبقاش مايله على الخليط. تمام. لو وصلتوا لحد هنا يا ريت تعملوا لي لايك وتعملوا اشتراك للقناه، ان شاء الله تشوفوا احلى التورتات واحلى الاكلات باذن الله. هبتدي كده اضربها كام ضربه كده بحيث ان هي ايه يعني اطلع منها الهواء خالص كده، ما يبقاش فيها فراغات. تمام. كام خبطه كده، وابتدي بقى احطها على النار 180 على درجه حراره 180 فوق وتحت. تمام. 170. 170. تمام. يلا بقى نحضر مع بعض الشوكولاته كده اللي هنسيحها. ما انا معايا 2 باكت شوكولات كده مع بعض عشان خاطر انا بعمل كذا حاجه، وهعمل لكم كيك بوكس كمان. ان شاء الله هنزله قريب برضو. تمام. فانا سيحته بالمره. تمام كده. انا بقطع كده، انت سيبوها شويه بعد ما تطلع من الفريزر. ما انا اشتغلت عشان كده كانت ناشفه جدا في ايدي، فانتوا عايزاكم تسيبوها شويه بس كده، يعني 5 ولا حاجه تفك، وتبتدوا تكسروا فيها زي ما كسرت فيها كده. تمام كده. ما تنسوش تعملوا لايك. اللي وصل لحد هنا يعمل لايك يا جماعه. بس خلصنا كده التكسير. الشغل اللي هنلمها كلها بقى في ايه؟ هلمها في كيس. تمام. احطه في كيس اولاني، وبعد كده احطه في كيس تاني، اشيل منه الهواء خالص، افرغ منه الهواء خالص، وبعدين احط الكيس التاني بس ايه يعني للتأمين، بس ما يخشلهاش ولا اتاكد ان ما يدخلهاش نقطة مية في الكيس. تمام. انا هعمل ايه؟ انا هجيب مية سخنة من السخان عادي، او كاتل تغلي المية، وتحطيها في بوله كده ولا حاجه، وتنزلي فيها الكيس، وتخلي بس ايه البتاع دي من تحت من بره كده، اللي هي الرابطه اللي انت ربطتيها، وتبتدي تسيحي فيها. تفضلي رايحي جاي رايحي جاي. افرض الميه يعني بردت مسحتش الشوكولاته معايا، هعمل ايه؟ اغير الميه واحط ميه بدلها لحد ما اتاكد خلاص ان هي ساحت. تمام. هنا بعد ما ساحت انزلها في بوله كده، وهضيف عليها حوالي ربع كوبايه لبن.
بستر عادي يعني من التلاجة، ساقع يعني. تمام. وانزل عليها كمان ب3 معالق من الزيت. تمام كده. هبتدي بقى اقلب كويس جدا كده. أنا دي يعني هتديكي، هتزود الشوكليت شويه، يعني تبقى اقتصاديه اكتر. فاهماني؟ انما المرحله الاولى اللي انا عملتها، لو حابه توصلي لحد المرحله دي تسيحي الشوكولاته بس تستخدميها خام بالشكل ده، ده كده تمام جدا. تحط لها الزيت بس عشان اللمعه بس. مش عايزه اضيف اللبن، ده تمام. بس انا هنا عشان اخليها اقتصاديه اكتر وتديني كميه اكبر شويه. تمام. يبقى هنا حطيت ربع كوبايه من اللبن، وحطيت 3 معالق من الزيت. سيحت الشوكولاته كده. الشوكولاته كده خلاص تمام. جاهز على التزيين على طول. تمام كده. تعملي بقى بيها اي حاجه انت عايزاها. يلا بقى اهي الاسبونج اللي انا كنت عاملاه معاكم. ابتدي بس اشيل اللي فوق ده بالراحه كده خالص بهداوه. شيلي يعني الطبقه اللي فوق دي عشان تعرفي تجلسي بالكريم شانتيه بتاعك. تمام. حطي حته كده من الكريمه في ارضيه الطبق ده، او القاعده اللي هتحطي عليها الاسبونج، عشان ما تروحش وتيجي معاكي. تمام كده. يبقى انا هشيل الطبقه دي كلها كده. كل حاجه بتشيليها من الكيك زي ما اتفقنا قبل كده ما بنرميش حاجه، كل ده هنستخدمه، حتى الفتافيت اللي بتطلع دي. حلو كده. يلا بقى اعملي لايك ما تنسيش، واعملي اشتراك في القناه لو ما اشتركتيش. تمام. ابتدي بقى هنا اجلسها هسقيها شربات. الشربات ده عباره عن ايه؟ كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه. بس سيبناها 7 دقايق وخلاص على كده. مفيش ليمون ولا اي حاجه يعني، عادي. تمام. بس تحطي فيها فانيليا. وادي الاسبونج التاني اهو جاهزه معاكي برضو هنضفه زي كده، وابتدي اشتغل على طول فيهم. دول هقسمهم برضو معاكم دلوقتي على 4 طبقات تاني، بس هيكونوا رفيعين شويه. لذلك انا هستخدم الاسبونج اللي قلت لكم عليه، اللي كنت شايلاه من الاسبونج اللي فات، من التورته اللي فاتت. التورته اللي فاتت كانت ما شاء الله عاليه جدا، عملت 5 طبقات كبار. فشلت منها واحده لان ال4 طبقات كانوا عاليين جدا، وعجبت الضيوف جدا، وكانت ما شاء الله تحفه. فانا استخدمته برضو في هنا في الاسبونج ده. طبعا انت مش هتستخدميه عشان انت هنا زي ما اتفقنا انت هتعمليهم على 6 بيضات مش 5 زيي. تمام. ولو حصل معاكي الموقف ده اعملي زي ما انا عملت كده. تمام. شوفي قسمتها ازاي. هنقسم دي كمان، هتبقى بس تبقى الطبقه اللي فوق خفيفه، لذلك استخدمت الاسبونج القديم. شايفين المكسره دي؟ ما تخافوش منها قوي. انا كمان يعني انا هبقى حريصه جدا ان انا هوريكم المتكسر اكتر من اي حاجه تاني، عشان لو قابلتكم حاجه زي كده او مشكله زي كده تتصرفوا فيها بسهوله جدا. تمام. انتوا اهم حاجه تخلوها في النص، ما تخلوهاش ولا تحت ولا فوق. ابتدي بقى اسقي الاسبونج بتاعي بالشربات. وبعدين انا عندي مربى في التلاجة هستخدمها. الاحلى من المربى طبعا انك تستخدمي فاكهه، لو عندك قطعيها شرايح وحطيها. فراوله، مانجا، كمبوت، اي حاجه انت عايزاها حطيها. تمام. ما عدا الموز انا مش برجحه نهائي على فكره. بس انا كده هظبطت خلاص القاعده بتاعتي كده اللي انا هشتغل عليها. اي حاجه كده مش عاجباني هشيلها، وابتدي بقى اسقي الاسبونجات بتاعتي. وزي ما اتفقنا هندهن المربى. في الاول خالص لما كنت بحط المربى الاولانيه دي وبظبط، كنت بظبط الاسبونج لان الاسبونج الاولاني كنت بقول لكم عليه ده كان اكبر، فانا كنت بقصه واظبط الاسبونجات على قد بعضها عشان ابتدي ابتدي فيها زي كده، عشان ما تتلخبطوش بس. تمام. هنا برضو حطيت من غير ما احط الكريم شانتيه طبقتين فوق بعض، فرجعت شلتها وظبطت من الاول. وده كله على فكره يعني نتيجه استعجال يا جماعه. كنت بعمل اكتر من حاجه في وقت واحد. طبعا انت بقى تعملي على مهلك خالص وبراحتك زي ما اتفقنا. لو ما بتحبيش الحاجه مسكره ما تحطيش مربى. انا ما برجحش المربى للناس اللي ما بتحبش الحاجه مسكره. الناس اللي بتحبها مسكره
بدعي بقى براحتك. تمام. اهي دي الحته اللي بقولك عليها، الحته اللي هي اتكسرت او خفيفه واتقطعت، فحطيها عادي جدا في النص مش هتبان. وهبتدي برضو ايه هظبط معاكم دلوقتي. شايفين الحته دي اهو، هبتدي بقى ايه آه الحته اللي اتكسرت محتفظه بيها وهرجعها مكانها. شايفين؟ بس خلاص يعني كده لزقناها. هنحط عليها دلوقتي كريم شانتيه. بالشكل ده. بصوا انا بلزق ده كله، بلزق زي ما يكون صمغ، يعني انا عامله المربى كانها زي الصمغ. يلا بقى ابتدي بقى حطي الكريم شانتيه بتاعك وظبطي التورته بتاعتك من فوق وتحت وكده. بس كملوا بس معايا الفيديو لغايه الاخر عشان تعرفوا هنعمل ايه. تمام. هنا بقى اخر طبقه دي انا ما شلتش الحته اللي فوق دي، فعشان كده بقول لكم كملوا الفيديو عشان التكات، في تكات معينه خدوا بالكم منها. يبقى الاخرانيه دي انا ما حطيتش، ما شلتش الطبقه اللي فوقانيه، على طول اشتغلت فيها وظبطتها كلها وجلستها كلها بالكريم شانتيه. دي بقى انا هتوصى بيها بالكريم شانتيه قوي. تمام. هنا استخدمت برضو ربع كيلو من الكريم شانتيه، ضربته بشويه من اللبن المثلجين وضربتهم وعملوا لي يعني حبه حلوين جدا، يعني عملنا بيهم التورتيه كلها الحجم اللي انتوا شايفينه ده. لو عايزين الحجم بالظبط طب استنوا عليا كده في الصندوق وصفه هكتب لكم المقاس بتاعها بالظبط كان كام. تمام. شايفين؟ مش هسيب حته فيها مش متجلسه، بحيث بعد كده هسيبها في التلاجة شويه. سيبيها كده حوالي نص ساعه ربع ساعه بالكتير كده ولا حاجه، عشان لما تيجي تنزلي الشوكولاته عليها تنزل بسهوله جدا. الحته بتاعت الشوكولاته دي برضو وانا بنزل الشوكولاته يا خساره ما تصورتش، انما هي سهله جدا. هنزل عليها الشوكولاته بسهوله جدا. هعملها من فوق كده انا عايزاها بسكينه مشرشره، مشيت عليها عشان اعمل التضليعه اللي انتوا شايفينها من فوق دي. بدات بعد كده الكريم شانتيه طبعا خليت منه 4 معالق كده ولا حاجه، وعملتهم فستونات زي ما انتوا شايفين من فوق. كان عندي لولي ابيض واسود، حطيته برضه، عملت اسم مالك من فوق كده. واشتروا كمان اوريو من بره، الاوريو ده اللي هو يا ريت ما يبقاش مقاطعه، نوع تاني، وهنحطه من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وخلصت معايا التورتايه وتطلع بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. شرفتني والله وكانت جميله جدا وفي منتهى الجمال. ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله، تعملوا كل حاجه حلوه. تابعوا التورتات اللي انا نزلتها كلها فعلا كانت حلوه جدا، هتنفعكم في الاعياد الميلاد. شايفين العربيه دي كانت تحفه جدا، ابني فرح بيها جدا. وكانت خطيره بصراحه، وياريت تشوفوها على القناه، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. عملنا اكتر من تورته وعملنا اكتر من شكل وان شاء الله نعمل كيك بوكس كمان مع بعض. وربنا يحسن ما بين ايديكم. باي باي.